السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر مانشستر، والنهاردة معانا فيديو جديد من سلسلة حلقات كارير مود أو ماستر ليج الأهلي في الدوري المصري 2005 ويننج 11. شفنا في الحلقة الأخيرة طبعا تألق خالد بيبو، طحنا نادي الكروم 8-0، طلع الجيش 4. بداية كويسة، وزي ما احنا شفنا حرس الحدود بيلاحقنا من تحت او المركز الثاني، بس احنا المركز الاول فرق الاهداف. ما تنسوش انتوا بس اللايك والسبسكرايب وتروقوا الدنيا عليا كده عشان ايه اثبتكم في الفيديوهات ان شاء الله، وننزل كل الالعاب حتى القديمه والجديده. المباراه الخامسه في الموسم، الاسبوع الخامس ضد نادي اسمنت السويس. بصراحه النادي ده ما حضرتش الجيل بتاعه، فممكن ما افتكرش لعيبه كتير او ممكن ما افتكرش لعيبه خالص حتى، لان ما حضرتش الفتره دي. يعني الانديه اللي فاتت شفت لعيبه منها في 2010 و2011 وكده، بس اسمنت السويس ده كان هبط ساعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا الاسبوع الخامس ضد اسمنت السويس. حاسب بقى هنا العرضيات اللي من الجنب دي، هما بيلعبوا على فرق كلها تقريبا بتاعت الدوري المصري، كلها كرات عاليه وعرضيات. الحضري، عاشور، حسام عاشور، هيلم، عماد النحاس متقدم، بركات، يا حلوه. ده حرفيا يا جدعان الفريق كله جوه ال 18، يعني حاجه صعبه جدا انك تسجل وسط الزحام ده كله والتكدس. ماشي، اديله بقى فاول، دي فاول عنيف ده. ماشي، ما اداش اي حاجه. فلافيو، جون اخيرا حطها له في الدقيقه. ماضو فلافيو الهدف الاول. مباراه رخمه اهي، يعني ابتدينا نخش في الموسم قوي، ولسه طبعا في ماتشات انا قابلها هتبقى صعبه زي دي كده، لكن كويس ان احنا عرفنا نسجل وسط التكدس ده. ابو تريكه يلا يا راجل بقى، عايزين نخلص الماتش ده، نريح بعض كده، ما نقعدش الاخر دقيقه على اعصابنا. 1-0 ما تطمنش. ضرب جزاء اطرده بقى عشان الراجل ده عمل فاول قبل كده. هو تقريبا ما ادالوش انذار من اول مره، يعني ده طرد اصلا من الاول، يعني حتى لو ما خدش انذار. بسم الله. في العارضه برضو قلت لكم فريق حظه حلو قوي يعني. بركات، متعب التاني. خلص بقى يا عم، ده احنا اتخنقنا والله من الفريق ده. التاني متعب. انا تغييراتي دايما في الجول الحمد لله يعني. هتفتح بقى ملعب، بيتفتح بقى، الماتش خلص اصلا يعني، هما ما عندهمش حاجه يقدموها قدام. يلا بقى، يا لهوي يا رب، دي تالت كره في العارضه النهارده. مش ممكن والله، فريق محظوظ بطريقه مش طبيعيه. يا لهوي يا رب، رابع كره في العارضه، مش ممكن والله. ده لا في حاجه مش طبيعيه النهارده والله. يا لهوي يا رب، 5 كره في العارضه. ده عجائب وطرائف والله النهارده. الحمد لله 2-0 بس. الاتحاد السكندري والله بينافسنا هو كمان، هو مش الحرس بس. 15 نقطة زينا. غزل المحل اهو، تيشيرت نلعب بالاحمر المرة دي. جون ابو تريكة اعمل لهم بقى المروحة يا راجل. حلوة قوي، شوطة جميلة من ابو تريكة، الراجل ركنها حلوة قوي. يلا يا تريكة بقى، يلا يا بيبو بقى، حلوة قوي. الجون الثاني ده كسر لهم الجول خالص. يلا يا بيبو بقى، الهدف الثالث. بصراحة جيل الاهلي التقيل ده مسهل الماتشات، بس برضو المنافسة قوية، والاتحاد السكندري والحرس بينافسونا، فايه ما نطمنش للاخر برضو، واهم حاجة ان احنا نطلع بالمكسب كل ماتش. جول هاتريك خالد بيبو، الراجل ده عالمي والله. الراجل هيقضي على ارقام هالاند والله دلوقتي، مش طبيعي خالد بيبو ده. فلافيو بقى، حط لك حاجه يا راجل، 5-0، خد لك نصيب في التورته. الهدف الخامس ماضو فلافيو. انتهى الشوط الاول 5-0. تعالوا نشوف كده، الاتحاد كسبان 4-0، هيبقى منافس بقى اقوى من الزمالك حتى السنه دي. على فكره لسه عندنا مشوار صعب، يعني الاتحاد السكندري زي ما انتم شايفين ورانا، رغم ان احنا فايزين بكل الماتشات، هم فايزين بكل الماتشات برضه، ولسه كاس مصر.
ها يا بيبو، يلا يا بيبو بقى، يلا يا بيبو، واحد سوبر هاتريك، خلاص جون جون، هدف سوبر هاتريك، 4 أهداف، 6-0. يا لهوي مش ممكن والله، بجيب جون من اي مكان. خلاص اللي يعني غزل المحله خرج بره الماتش خالص، وخلي بيبو ده هيبقى هداف تاريخي للكره الارضيه اصلا. ضربة جزاء، ضربة جزاء، الراجل حتى يعني الحكم نفسه ما رحمش غزل المحله يعني انا الحكم مش هحسبها والنتيجه 7-0 بصراحه، يعني كفايه عليهم كده، بس الشغل شغل يعني. جول 8، ده خالد بيبو جايب ولا بتاع 6 أهداف النهارده، يعني حاجه كده ما حصلتش في التاريخ. 9-0 ابو تريكه، يعني نتيجه كارثيه لغزل المحله، واعتقد بعد المباراه دي مش هيسموا على المدرب بتاعهم، هياكلوه علقه فلاحي. الاسبوع السابع حرس الحدود، استاد اسكندريه، استاد الماكس. طبعا فاكر بقى احمد عيد والشله الاخوه الكرام دول اللي هيطلعوا ميتين النهارده. محمد مكي حاسب بقى هنا، الحمد لله. فلافيو هو بتاع الحاجات الصعبه، ها جون هو بتاع الحاجات الصعبه برضه. فلافيو هو الراجل ده لما الماتشات تكون متقفله كده ورخمه بيجيب لك جون من اي حته حرفيا بدماغه، في يشوطها في الضيقه. انقذنا في ماتش اسمنت السويس برضه كان متقفل ورخم كده. بيلم كويس وبيشوط بصراحه حلو قوي امادو فلافيو، وبيحجز حلو مع المدافعين كمان. انتهى الشوط الاول 1-0، وده من ارخم الماتشات اللي قابلتها. عايزين بس نطمن كده، الاتحاد السكندري كان هيلاعب طلائع الجيش. هل الماتش لسه بالليل؟ ايفنينج فيكستشر. So let's see what this second half will bring. Neither manager has seen fit to make any substitutions. حلوة ماشي. They just can't penetrate this solid defense. السوليد ديفنس قوي يعني. حاسب يا عم جمعة، وائل جمعة بقى ايه؟ كان بيعمل حاجات غريبة ساعات كده، الحالة جات له تقريبا. It's a low cross. They're struggling to create anything against this defense. He passes it forward. سرو بقى يلا يا بيبو بقى روح بسرعتك، لم الراجل ده، يلا انت والجون. يا ريتني ما بصيت، يا ريتني انا اللي شوت من الاول يعني بصراحه، وانا يعني طولت فيها قوي. ابو تريكة فاول، بديله اي حاجه يا الراجل ده، ما بيديش انذارات خالص غير لينا تقريبا. لحظات الحرجه جدا دخلنا عليها ايه في المباراه، ربنا يستر. يلا انت والجون يا بيبو، انت والجون بقى، خلصنا. حتى الكوره كانت الكوره طالعه بره، ما اعرفش ازاي يعني. الحمد لله انها دخلت الهدف الثاني من ماتش صعب ورخم، وكويس ان احنا طلعنا بالمكسب منه، عقبال ما الاتحاد السكندري يتغلب او يتعادل من طلائع الجيش ان شاء الله. ترتيب الانديه العالمي الفيفا: بايرن ميونخ الاول احسن فريق في العالم، مانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي، بعد كده روما وانبي. مش طبيعي حاجه، ما اعرفش على حسبنا على عدد النقط، والاتحاد السكندري قبلنا كمان، ده الاتحاد السكندري قبل ليفربول. الاتحاد كسب 2-1، شكله هيصدرنا لاخر الموسم الفريق، ما اعرفش هو الاتحاد السكندري 2005 مش فاكر قوي اللعيبه كانت فيه.
اهم حاجه ان احنا لسه في الصداره رغم ان متساويين في عدد النقط. الاتحاد عامل فورمه جامده قوي، وده عشان احنا مسجلين اهداف كتير وما استقبلناش ولا هدف ما شاء الله في الاول الموسم. دفاعنا حديد من صلب. طيب يا شباب، دي تبقى نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه. فضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. كان معاكم عمر مانشستر. سلام.